من سنن الحياة انك انت ممكن تلاقي واحد يحبك ويحبك حب شديد جدا جدا جدا، وتلاقي واحد بيكرهك كره شديد برضه جدا جدا جدا، على رأي مدام سفرة الهواني. الحب والكره لو اجتمعوا في مكان واحد هيبقى ده شيء طبيعي، وهي دي من سنن الحياة، انك انت تحب وانك انت تكره. لكن انك انت تحب لدرجة ان تأذي الشخص اللي انت بتحبه، او تكره لدرجة انك انت تأذي الشخص اللي انت بتحبوش، يبقى كده الحب والكره بيتساووا وبقوا في ميزان واحد. تعالوا بينا بعد الفيديو وهقول لكم انا بقول الكلام ده ليه والمين. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي وأصدقائي في قناة أبو أشري. يمكن كلنا عارفين المشكلة المطروحة على الساحة دلوقتي، واللي الناس معظمها بتفكر فيها، اللي موجودين على منصة اليوتيوب، هي مشكلة عيلة آل داوود، وإزاي يقدروا يتربحوا من وراء المشكلة ديت. وكل واحد بيحط في مخيلته إن هو دايما صاحب كلمة حق وبيقول الحق، وما بيجاملش ديت وما بيجاملش ديت، ومن هما من الأطراف المحايدين. لكن اللي ظاهر اليومين اللي فاتوا هو ظاهرة غريبة جدا في عالم الميديا. أصبح الميديا بس شغلها الشاغل إن هي إزاي تشغل الناس بالحاجة اللي موجودة. مشكلة آل داوود بعدت الناس عن حاجات كتيرة المفروض إن هم يفكروا فيها، ومفروض إن هم يهتموا بيها، لعل وعسى الأمور تقدر إن هي تتحسن وتبقى للأفضل. وكلنا فاهمين أنا بتكلم في إيه وعارفين أنا بتكلم في إيه بالظبط. قبل ما ابدا الفيديو بتاعي احب اشكر الست ام مصطفى، لها مني كل التقدير والاحترام، وكم من مرات عديده ذكرت ان الست ديت هي اللي شايله المشكله دي على دماغها، ومحتاره حيره لا بعدها حيره، خصوصا نظرا ان هي عندها اولاد كتير. يمكن احنا مني كان عندنا نفس العدد دوت. أنا مراعي ظروف الست أم مصطفى في إن هي فعلا لازم أي ست مكانها هتقع في نفس الحيرة ديت، حتى أنت كمتابع وحتى أنت كمتابعة وحتى أنت كصاحبة قناة بتطلعي تنقضيها لمجرد تعاطفك مع شخصية معينة، ولتكن زاهية أو لو تكن حلمية. يمكن الخالة حلمية طلعت في فيديو امبارح، فيديو طويل شويه، بتحكي وبتسرد فيه القصه اللي حصلت من بدايه المشكله لنهايتها، وليه هي قدمت بلاغ في زاهية داوود وحماده داوود. يمكن اسلوب الخالة حلميه امبارح عجبني جدا بطريقه سردها للقصه، لان كان اسلوب هادي جدا جدا، وكان ده مطلبنا من زمان. مطلبنا ان احنا نسمع الخالة حلميه ونسمع العم دسوقي اللي مش موجود ليه صوت الايام ديت من ساعه حدوث المشكله. الله اعلم رده فعله ايه عليها، ده اللي هنعرفه بعد كده من خلال الفيديوهات اللي هتعرضها لنا الخالة حلميه مع العم دسوقي فيما بعد، ومن رضاه او عدم رضاه على المشكله ديت، وليه حصلت او ليه وصلت للمستوى دوت. لما طلعت الخالة حلمية في الفيديو دوت عشان تبين الحقيقة للناس اللي كل الناس منتظراها، سواء كان متابعين الخالة حلمية أو متابعين الست زاهية، وطلعت واتكلمت بكل هدوء، كل الناس اتعاطفت معاها في المشكلة دي. يمكن في بداية المشكلة طالبنا الخالة حلمية تطلع وتحاول إن هي تهدي المتابعين بتوعها على المدام زاهية، ولكن الخالة حلمية فضلت الصمت وما طلعتش واتكلمت. لو كانت الخالة حلمية طلعت وقت المشكلة واتكلمت بنفس الهدوء دوت وبنفس الرقي اللي احنا شفناه فيها، بدون صراخ وبدون زعيق، أكيد 100% زي ما تعاطفوا معاها في المشكلة ديت هيتعاطفوا معاها في بداية المشكلة. تطاول المتابعين ما وصلش بس لحد زاهية داوود ووقف لغاية كده، لا بالعكس ده امتد لغاية الست أم مصطفى، وصفوها كتير بإن هي غير عادلة وإن هي منحازة لزاهية على حساب حلمية. ودوت اللي ظهر امبارح في البث بتاع زاهية داوود، وكانت باستضافتها الست أم مصطفى، وكانت برضه بتوضح الحقيقة. اصبح دلوقتي ان كل فيديو هيتعمل عشان يوضح الحقيقه هيقابله فيديو تاني من الطرف التاني، اي بس هيتعمل عشان يوضح الحقيقه
هيقابلوا بس مقابل ليه، وهنفضل ونستمر على المشكله ديت ومش هنوصل لحل. ودوت اللي احنا فعلا وصلنا له. المهم الهجوم اللي حصل على الست ام مصطفى في البث بتاع مدام زاهية داوود، نهاية الفيديو بتاع الخالة حلمية يمكن كانت بتؤكد على المتابعين ان محدش يجيب سيرة الست الوالدة في القناة عندي، لا بطيب ولا براضي. كان من المفروض ان هي بدل ما توصي ان محدش يجيب سيرة الست ام مصطفى في القناة عندي لا بطيب ولا براضي، توصي على جميع القنوات بتاعت اخواتها، عشان مش بس قناة عندها، لا كان مفروض على جميع القنوات اللي تنتمي لعيلة آل داوود، عشان تبقى المشكلة شوية أهدى من الأول، خصوصا إن المشكلة دلوقتي وصلت للقواضي وللمحاكم. وده اللي كان مزعلني الفترة اللي فاتت، ويمكن خلاني إن أنا ما أعملش فيديوهات كتير عن المشكلة ديت، لأن ما كنتش متخيل إن الحب والكرة هيوصل الأختين دول إن هم يلبسوا الكلبشات ويباتوا ليلة في الاسم على ذمة قضية خناقة بينهم هما الاتنين، رغم إن هما إخوات من دم واحد بطن واحدة ورحم واحد. قلناها كتير وأعيدها مرة تانية، عيلة آل داوود إخوات، عيلة آل داوود أسرة واحدة، ومهما حصل بينهم الداخل بينهم هو الخسران، هو اللي خارج. بعد ما يتصافوا الاخوات ويبقوا مع بعض هتقف لك الكلمه اللي انت قلتها، سواء كانت خير للعيله ديت او شر وادت الى فرقه الاخوات وازدياد المسافه بينهم وبين بعض لدرجه ان هم وصلوا بعض الاسم. وده اللي احنا كنا مش عايزينه. اي واحد سواء كان من متابعين زاهية او متابعين حلميه بيحب الخالة حلميه وبيحب الست زاهية، مش هيحب لهم ومش هيرضى لهم ان هم يوصلوا للي احنا وصلنا له. واي اخت من الاختين سواء كان زاهية او حلمية او رانيا او شريهان او لبنى او حنان مش حابين اللي هم وصلوا له، مش حابين اللي هم وصلوا له من خلال متابعين، من خلال قنوات، من خلال ناس بتحاول ان هي تفرق مش تلم. انا عارف ان الفيديو دوت ممكن يسبب لي مشاكل، وعارف برضو ان في ناس كتيره هتعترض على كلامي، وعارف ان في ناس كتيره هتتهمني باتهامات غير موجوده فيا، وانا فعلا هم الاول والاخير بالنسبه لعيله آل داوود ان هم يتلموا مع بعض، حلميه وزاهية وكل افراد الاسره. قول زي ما تقول ليك حريه الراي وليا حريه الرد، قول زي ما تقول بطبل لزاهية، بطبل لمصطفى، بطبل عيله آل داوود، بس افتكر حاجه واحده، ان انا قبل كده طلعت نقدت مصطفى داوود ونقدت حماده داوود، ويمكن في سوء تفاهم بيني وبين حماده داوود الان، وما زلت بتكلم في المشكله ديت، وما غلطتش في حد من اخواته، ما حاولتش اغلط في امه، ما حاولتش اغلط في اخته، ما حاولتش ان انا اظهر ان دي اقوى من ديت او ان دي اضعف من ديت، لا، انت اللي اتهمتني ان انا بطبل، وانت اللي اتهمتني ان انا انسان غير محايد. وزي ما قلت لكم قبل كده انا ما بحبش اغلط في حد، واحترم كل الناس سواء كان معارض معايا او مؤيد ليا. وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وافتكروا كويس قوي يا عيلة داوود الكلمة اللي قلتها في الفيديو اللي فات، كويس ان الخناقة حصلت بين اخ واخت او بين اخت واخت. لو حصلت بين اخ واخ هتبقى المشكلة اكبر، والعواقب بتاعتها هتبقى جسيمة جدا جدا جدا. لو انتوا عايزين تريحوا امكم بالفعلا، حاولوا انكم انتوا تلموا نفسيكم وتلموا شمل العيلة قبل فوات الاوان. كلامي دوت هتعرفوه بعدين وهتحسوا بيه بعدين، وهتقولوا فعلا ابو اوشين كان عنده حق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.